فوز تاريخي للمنتخب المغربي الأولمبي على منتخب مصر 2-1 في رومونتاتا كبيرة جدا. ألف مبروك للمنتخب المغربي رقم 1، وهارد لك للمنتخب الكبير جدا فعلا اللي شرفنا المنتخب المصري. كنت اتمنى منتخب مصر يفوز النهارده، لكن ما راحتش بعيد. منتخب المغرب احبابنا واصدقائنا واشقائنا، مش هتفرق. المباراه كانت تكتيكيه عاليه جدا جدا، بالرغم من تفوق ميكاليلي المدير الفني للمنتخب المصري. وكمان كان عندنا كارت احمر، يعني كان في لاعب ناقص والمنتخب المصري بيلعب ناقص العدد من الدقيقه 17 في الشوط الاول. لكن سبحان الله الدفاعات القوية للمنتخب المصري وحارس المرمى علاء ما شاء الله أحسن حارس مرمى في البطولة كلها، مش في المباراة ديت، اللي أحرم المنتخب المغربي من التقدم في الشوط الأول في الإكسترا تايم. المنتخب المغربي تحية وشابوه ليه بجد، لأن دي تاني مباراة يلعب فيها فرق 30 دقيقة لعب، لأن المباراة اللي فاتت أمام منتخب مالي لعب لغاية الشوط الثاني الإضافي، أما المنتخب المصري ما كانش بيلعب أشواط إضافية. يعني التفوق كان واضح للمنتخب المغربي باللياقة البدنية. خد بالك إن دي عوامل أساس ونجاح للمنتخب المغربي اللي بيلعب مستنزف بدنيا بسبب اللياقة البدنية، وإنه لعب أزيد، رغم إن المنتخب المصري كان مطرود منه واحد. أداء لاعبي منتخب المغرب يدرس في جميع الأكاديميات العالمية. مش هتكلم فنيا قوي لأن عصام الشرعي خسر المباراة أمام ميكائيلي المدير الفني للمنتخب المصري. المنتخب المصري كان بيلعب من بداية المباراة وكانت واضحة تماما إن هو بيأمن دفاعه وبيستغل بقى القوة الدفاعية وحارس المرمى وبيلعب الهجمة المرتدة. باغت المنتخب المغربي بالهدف الأول وكانت فرحة عارمة ما شاء الله. كنا خلاص بقى كنا فرحانين، مع العلم إن احنا عرفنا إن احنا فتحنا علينا فتوحة بقى. المنتخب المغربي مش هيسكت بعد ما يخش فيه جون اول امام جمهوره وبيلعب كمان في ارضه. عرفنا ان كان في دستة اهداف في الشوط الثاني، خصوصا بعد الهدف اللي احرزه المنتخب المصري. خد بالك ان ده اول نهائي يحضر فيه 50 عضو من جميع الاتحادات الافريقيه كلها، وده طبعا بسبب الاجتماع العاجل اللي كان امس في الرباط مع السيد فوزي لقجة رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ومعاه جميع الممثلين الاتحادات الافريقية. النهارده بجد الناس كلها اللي كانت متواجدة في المقصورة الرئيسية منبهرة من اللقاء. مباراة كبيرة يا جماعة، ده ما كانش منتخب اولمبي تحت 23 سنة، ده كان منتخب كبير، منتخب اول. يعني كأن المنتخب المصري كان بيقابل منتخب البرازيل، كأن كان في نهائي ما بين فرنسا والارجنتين. حدث يا جدع وقول اللي انت عايزه. مبدئيا انا كنت زعلان المنتخب المصري خسر النهارده البطوله، لكن الحمد لله ان احنا اصلا صعدنا اولمبياد باريس بجوار المنتخب المغربي. الف مبروك لاخواتنا وحبايبنا المتواجدين في المغرب، وهارد لك لاخواتي وحبايبي واهلي وعزوتي الموجوده في مصر. طول عليك، انزل دلوقتي افقع على اللايف واكتب الف مبروك للمنتخب المغربي وبجواره هارد لك للمنتخب المصري العربي المسلم. احبائي الكرام، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.